مرحبا صبايا، كيفكن؟ اليوم رح نحضر كريب ورح أرجيكم طريقة تحضيرها كتير سهلة، والمقادير كلها موجودة بكل بيت. عندي هون حبتين بيض وضفت عليهم معلقتين فانيليا ومعلقتين سكر، عفوا شوية فانيليا ومعلقتين سكر، ورح أخلطهم كتير منيح مع بعضهم. بعد ما أخلط البيض والفانيليا والسكر رح أضيف عليهم تقريبا كبايتين حليب سائل صغار، أو فيكن تضيفوا على كل كباية مي 4 معالق حليب بودرة، وكمان تضيفون على البيض والفانيليا، يعني يا حليب بودرة يا حليب سائل. بعد ما أخلطهم رح أحطهم بقلب جاط وأتأكد إنه الكمية كلها. وهلأ رح أضيف 50 جرام من الزبدة دايبة على الخليط السائل ونحركه. بعد ما ضفت الزبدة راح أضيف عليهم كبايتين ونص طحين. وأكيد للطحين دايما بنقول إنه حسب نوع الطحين انتو بتقدروا قد ايه الخليط بده طحين. بعد ما أضيف الطحين راح أضيف عليهم معلقتين بيكنج باودر صغار، وراح خلطهم بالويسك بلا خلاط وبلا أي مكنة، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. أكيد أنا ريحت العجينة شي ربع ساعة. بعد ما ريحت العجينة ضفت شوي من الخليط بقلب المقلة على نار عالية. فيكن ترجعوا أكيد تخففوا شوي النار بعد ما يعني هيك تحسوها شوي استوت، وراح ضل عيد هيك لحتى تخلص الكمية اللي عندي. وأكيد رح ندهنهم نوتيلا أو أي نوع شوكولا أو أي شيء أنتو بتحبوه، هذا الشيء اختياري. وهون كنت عم جهز، جبت شي نص كيلو فريز ودوبت شوية نوتيلا وغطيت الفريز بقلبهم. عن جد طلعوا غير شكل، حتى منظرهم كتير مرتب. إذا يعني جاييكم ضيوف أو حدا فيكن هيك تعملون. طريقتهم كتير سهلة وما بدها شي أبدا، بس الفريز بتغطوهم بقلب أي نوع من الشوكولا مش مشكلة. وكمان فيكن تحطوهم بالبراد تقريبا شي نص ساعة ساعة حسب قد ايه انتو معكن وقت. بنصحكن عن جد تجربوهم، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. اكتبولي بالكومنت اذا حبيتوا الفيديو لليوم، وما تنسوا تعملوا لنا لايك والاشتراك بالقناة. بشوفكن بفيديو جديد.